أفلام الكوميديا السوداء من أكتر الأفلام اللي بيكون عليها إقبال كبير من المشاهدين، خصوصا الأفلام دي بتديلك البصل والعسل في نفس الوقت من خلال قصصها اللي بتكون واقعية واللي بترصد فيها مشاكل كتير جدا أي مواطن ممكن إنه يقابلها في يومه. عشان كده وانت بتتفرج على الأفلام دي هتحس إنك محتار، يا جماعة إيه المطلوب مني، أضحك ولا أزعل؟ الشعور المتناقض ده هتحس بيه لما تتفرج على فيلم كراكون في الشارع. بس قبل ما اكمل كلامي عن كراكون في الشارع وليه هو فيلم حقيقي، يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية بتبدأ في سنة 1986. في أول مشهد من الفيلم الكاتب بيدخلنا على طول في جو الحدوتة، لما بنشوف بيت المهندس شريف بيقع، فبيضطر يهرب هو وأسرته من البيت. انت يمكن تقول ان مؤلف الفيلم اتسرع شوية في الدخول للأحداث، وانه على طول بدالك بمشهد الذروة. في رأيي كنا محتاجين على الأقل نعرف تمهيد لحياة شريف شوية قبل وقوع بيته، ونعرف حتى مشكلة هو ليه البيت ده بقى قايل للسقوط. بعد ما شريف بيمشي من بيته بيروح يبات في الخيم هو وعيلته، لكن العيشة هناك ما بتكونش زي ما شريف متخيلها. العيشة في الخيم مفيش فيها ريحة الآدمية، مفيش خصوصية ولا في نظافة. وعشان كده شريف بيقرر انه يسمع نصيحة امه ويروح يسكن في حوش المدافن بتاع ابوه. بس ده ما كانش الحل النهائي لمشكلة السكن زي ما شريف بطلنا كان فاكر. شريف أول لما بيروح هناك بيلاقي البلطجي أبو دومة استولى على الحوش وقاعد فيه من 7 سنين. وهنا بتتعاد المشكلة أكتر لما بيضطر شريف إنه يقعد مع أبو دومة. في نفس الوقت شريف عشان يحل مشكلة السكن بتاعه بيدفع 2500 جنيه تحويشة عمره عشان ياخد شقة في عمارة الحاج ناجي، وبيكون عربون النصب بتاع الحاج ناجي كيس بلح. وبطلنا للأسف بيقع في الفخ وبيتنصب عليه. أكتر شخصية مستفزة في الفيلم ده كانت شخصية شعبان اللي جسدها لينا الفنان يوسف داوود. لما راح شريف سكن عنده هو وأسرته ما كانش طايقهم خالص، وكمان كان مبين لهم ده وكان بيعاملهم معاملة وحشة. الشخصية دي هتلاقي فيه منها كتير في حياتنا، قدامك حبيبك ومن وراك عدوك، هو ده مبدأهم في الحياة. دي بقى بركة الحاج نادي. ده بقى كيس بلح. بعد ما شريف بيطفش من شقة شعبان بتجيله فكرة جهنمية. شريف بيصنع كرفان بيت متحرك. الفكرة كانت حلوة جدا وتصميم الكرفان كان حلو، تحس فعلا انه شقة. بس دي مش نهاية المشكلة. شريف بعدها هيضطر انه يسرق كهرباء للكرفان، وبعد كده شريف هيعرض مشكلته في التلفزيون ويطلب ان المسؤولين يدوله ارض صحراوية هو واصحابه اصحاب الكرفانات اللي عملوا زيه يقعدوا فيها وتكون هي سكنهم. وفي النهاية بتتحقق أمنية شريف وبياخد الأرض الصحراوية عشان تكون مقر الكرفانات. نهاية الفيلم كانت سعيدة، ودي حاجة نادرة قوي لما بنشوفها في أي فيلم كوميديا سوداء. دايما أفلام الكوميديا السوداء بتعرض المشكلة لكنها ما بتقدمش الحل، لكن في كراكون في الشارع الكاتب قرر إنه يعرض لينا الحل ويمنح بطلنا نهاية سعيدة كتعويض له عن كل المتاعب والصعاب اللي واجهها طول الفيلم. مفيش شك إن كراكون في الشارع من أحسن الأفلام اللي اتكلمت عن مشكلة الإسكان، لكن الفيلم كان فيه كده شوية مشاكل بسيطة. من السلبيات اللي معجبتنيش في الفيلم دور يسرا. بص، هو دور يسرا كان حلو. يسرا في الفيلم ده قدمت شخصية سعاد، الزوجة اللي بتساند جوزها وبتقف معاه في مشاكله وبتحاول إنها تحلها معاه. اللي معجبنيش في الدور إن الكاتب خلى الدور أداة للجنس، يعني كل شوية تلاقي مشاهد فيها قبلات. المشكلة الأكبر المشاهد دي ملهاش لازمة ومشاهد مقحمة، لو شلتها من الفيلم مش هيكون ليها أي تأثير. لكن المشاهد دي كانت على طول موجودة في أفلام عادل إمام، ومفيش حد من الجمهور كان عارف ايه السبب في وجود المشاهد دي في افلام عادل امام. لكن عادل امام قال لنا السبب ده في فيلم المنسي لما سأل محمد هنيدي الفيلم ده قصة ولا مناظر، وهي دي النظرية اللي عادل امام قالها. في نهاية الفيديو حابب اعرف رأيك، شايف ان كراكون في الشارع فيلم حلو ولا وحش؟ مستني رأيك في التعليقات. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. ان انا اجيب 8 عيال. تلاقي تجنن. بسيط. تحب تسكني فين؟ على النيل؟ اه. ننقل. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.